قد وردت أحاديث تنص على أفضل أيام الحجامة، وهي 17 و19 و21 من كل شهر قمري، ووردت أحاديث أخرى تنهى عنها في أيام معلومة كالأربعاء وغيره. فهل تجوز الحجامة في الأيام المنهي عنها إذا صادفت أفضل الأيام؟ وجزاكم الله كل خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالأطباء مجمعون على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر أنفع مما قبله، وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره. واختيار أوقات الحجامة الواردة في الأحاديث أدعى إلى حفظ الصحة ودفع الأذى والاحتراز منه. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: من احتجم ل17 و19 و21 كان شفاء من كل داء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 ويوم 19 ويوم 21. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم ل17 و19 و21. فقد ثبت ذلك من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن فعله هذا. وقد وردت أحاديث صحيحة تنهى عن الحجامة في أيام معلومة، وهي الأربعاء والجمعة والسبت والأحد. منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: احتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جدام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. وإذا صادفت الأيام المنهي عنها أوقات استحباب الحجامة منها، فالواجب تقديم ما مدلوله الحظر على ما مدلوله الندب، لأن الندب لتحصيل مصلحة والحظر لدفع مفسدة، ودفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة في نظر العقلاء. فلا يعقل لمن يريد أن يطب زكاما ليحدث جذاما، أو كمن رام درهما على وجه يلزم منه فوات مثله أو أكثر منه. ولا يخفى أن عناية الشريعة بدرء المفاسد أكبر من جلب المصالح، لذلك قعدوا قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وعليه فلا تصلح الأيام المنهي عنها لأن تكون زمنا للحجامة لما يتوقع فيه حصول الأذى والضرر.
والضرر منفي بنص قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد بالجلال وبكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.